فالمدرسة لا هتعلم أدب ولا هتعلم دين أساسيات، عشان إحنا بنقول المدرسة فين؟ المدرسة مش هتربي لك ابنك، المدرس مش هيربي لك ابنك، لأن المدرس للأسف النهاردة بعد ما كنا بنعمل صفا وانتباه بالخرزانة النهاردة اتمنع. فأنت ابنك هيتأدب إزاي إذا كان في المدرسة إذا كنت أنت مش عارف تسيطر على عيل واتنين، في المدرسة هيسيطروا على 3 4000 عيل إزاي؟ فعملية التهذيب دي مسؤولية بابا وماما، مش مسؤولية المدرس ولا الناظر ولا وزير التعليم نفسه. آم، لو اتكلمنا بقى على الدروس الخصوصية، وخصوصا في ظل آه، غلاء المعيشة اللي احنا فيه النهاردة. اولا لو انت بتدي ابنك دروس خصوصية عشان يطلع الاول، فانا عايز اقول لك ان كل الاوائل ما بياكلوش عيش قبل اي حاجة. كل اللي معاهم شهادات عالية ما بياكلوش عيش، واولهم الوزراء والدكاترة، اولهم يعني. هو ده اللي احنا كنا هو ده اللي احنا كنا بنقول عليه بقى، يعني يا ريت لايكات وشير علشان البث بيقطع. يا ريت لايكات وشير عشان البث بيقطع. ف كنا بنقول ان المدرسة ما بتربيش، المدرسة بتعلم. الانضباطية والتهذيب جاي من عند حضرتك وحضرتك، لان حضرتك المدرسة الاولى. حد هيقول لي اصل يا استاذ حسن النهارده امهاتنا اللي هي جدتنا، جدتي مثلا يعني، كانت ما بتعرفش تقرا وتكتب. ما هو ده كان غلط. ما هي برضو حطت اهالينا في موقف صعب ان هي ما كانتش بتعرف تقرا وتكتب. فلما نيجي النهارده نتكلم على الدروس الخصوصيه، وزي ما قلت في الفيديو اللي فات، فلما قلت لابو البنت اللي انا كنت هخطبها يعني من كام سنه فاتوا، وطلب طلبات كتيرة قوي، وقلت له يا بنتك بتتكلم انجليزي، بتتكلم كام لغة، بنتك بتعمل طشة ملوخية، بنتك بتعمل فتة مش عارف ايه. فالنهاردة لو ماما بتطور نفسها او بابا بيطور نفسه زي ما ناس كتير طورت نفسها، انا لا امي انجليزية ولا طليانية ولا حد في عيلتي بيتكلم لغات اللي انا بتكلمها، وابويا نفسه الله يرحمه من وانا صغير. فاجتهادي الشخصي لما كنت بقعد قدام نايل تي في في تمثيلية رأفت الهجان ولا الضوء الشارد، واخد الكلمات الصغيرة اللي انا مش عارفها من الترجمة بالانجليزي، واروح على القاموس واحفظ الكلمات واقوي نفسي علشان شغلي واكل عيش واتميز. فالنهارده بقيت اتكلم 3 لغات. النهارده بنوتي لما بتيجي تذاكر بتيجي تسألني، فأنا ذو إفادة. الحمد لله كنت شاطر في المدرسة، فرياضة عربي بعض المواد أنا بقدر أتكلم فيها معاها وأشرحها لها. والنهاردة لو أنا ما بعرفش، النهاردة لو أنا ما بعرفش اللي أنا بتكلم فيه ده، فالتليفونات اللي في إيدينا دي
اللي بنتفرج على اللي بيغني وحمو بيكا واللي بيرقص واللي طالع واللي نازل وبياخد لايكات وبياخد مش عارف ايه. في قنوات تعليمية، كل مادة اكتر من مدرس، بالعربي وبالانجليزي وبالفرنساوي وبالايطالي، موجودة على اليوتيوب. اذا التكنولوجيا حطت لي زي ما قلت في اللايف اللي فات، الدنيا مفتوحة قدامي. اوكي، لو عايز اجيب ترانسليشن، لو عايز اجيب ترجمة اي حاجة، انا بخش على جوجل بترجم، بعمل. انما زمان انا كنت لازم افتح الديكشنري، القاموس اللي مكتوب قد كده، واقعد اشوف زي البستاكب. بستاكب. علشان النهارده معانا التكنولوجيا دي كلها، بس احنا بنستغلها استغلال سيء. اذا انا معايا تليفون، مش هقول لك معايا كمبيوتر ولا لابتوب، عندي انترنت بستخدمه استخدام سيء، زي ما بستخدم كل حاجة استخدام سيء في التكنولوجيا. اوكي. وقلت على اللايفات بتاعت اللاجئين، الفيسبوك ده سلاح مدمر. التكنولوجي كل السوشيال ميديا لو استخدمتها صح تدمر عدوك، ولو استخدمتها غلط تدمر نفسك. فهي سلاح ذو حدين، يا هتكسب بيه يا هتخسر بيه. فانا عندي النهارده دروس مجانية على اليوتيوب، كل المواد، كل السنين الدراسية. بس انا عايز ابني ياخد اعمال السنة، ما بهتمش بقى بالمهارات، هو اتعلم ايه، انا عايزه يطلع الاول وخلاص. انما مهاراته ايه، مفيش حد بيفكر فيها. مش هنطول في الموضوع بتاع الدروس اللي موجودة على اليوتيوب، بس انا النهاردة لما اكون ابني في سنة 5 و6 ولسه بدور له على حد يأسسه في عربي وانجليزي، المفروض هو من سنة تانية اوريدي بيعرف يقرا ويكتب، حتى لو بيشتهجى. وده مجهود لازم بابا وماما يعملوه في البيت من هو. عشان كده عملوا الحضانة، الكيد جاردن، عملوها علشان ده، عشان ايد الولد والبنت تمشي في الكتابة، علشان يعرف يقرا اسمه زي عمر وأمل. زي الكتيب الصغير ده، بتاع اسمه، كان عليه صورة بنتين، ولد وبنت، وحاجة في قواعد اللغة العربية. لعلمكم الكتاب ده رخيص جدا وموجود في المكتبات.